And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتشكروا الله. هسيب لكم رابط قيو الانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهاردة مع بعض. الجزء التاني بيبدأ لما بترجع البيت ويبان ان هي عايشة مع شو، تقول له جبنا عشا لذيذ ويقول لها زيان، وتتصدم النوم وطالعة من جوه وتقعد وتقول انا سمعت انك مطلقة ومعاكي بنت، لما تحبي تدوري على شخص تتقربي منه لازم يكون شبهك، ابعدي عن ابني شو. فيقول لها شو امي ده شغلي، وبعدين زيان ملهاش مكان تعيش فيه وانا بساعدها. وتكون زيان متضايقة جدا وتكمل امه وتقول ان حتى لو كان شغلك انت ليك معارف كتير وما ينفعش حد يعرف حاجة زي كده ان في واحدة مطلقة عايشة معاك، ده غير بالشكل ده عمرك ما هتنفع تتجوز. فيبعت رسالة شو لزيان ويقول لها ما تهتمش لكلام امي. فتشد امه لفين مني وتقول له انت دلوقتي هتختار حاجة، يا انا يا البنت المطلقة اللي ما عندهاش لا شغل ولا بيت. فيقول لها ماما كفاية كده، انا عارف مصلحتي كويس جدا. فتقول زيان ما تقلقوش انا هاخد ونغ دلوقتي وامشي من هنا. وتاخد ونغ فعلا اللي بتقول لها ماما احنا رايحين فين، انا مش عاوزة امشي الجو برد جدا بره. فتقرب منها وتقول لها خليكي بنت جيدة. ويتضايق شو ويقوم وتشد امه ويمشوا زيان وونغ وتروح مكان تبات فيه فعلا. وتقول هو انت ممكن تقلل الايجار عن كده شوية؟ فيحط ايده على كتفها. فتقول له انت بتعمل ايه؟ فيقول لها ان انا ما عدتش باجر البيت ده اصلا. فتقول له ابعد سيبني امشي. فيقول لها لا، ويزقها على السرير ويقول لها انت مستعجله على ايه، انت عايزه تمشي ليه؟ ويقرب منها وتصرخ زيان وتطلع تجري ويجري وراها يمسكها وتقول له ابعد عني وتعيط. ويجي شو يضربه ويقول لها زيان انت كويسه، ويحضنها ويطلعوا سوا التلاتة. ويقول شو هترجعوا البيت معايا. فتقول له شو كفايه كده، انا مش عاوزه اعمل لك مشاكل مره تانية. فيقول لها خلاص خلينا ادورلك على مكان تعيشي فيه احسن. وفعلا ياخدهم مكان ويجيب اكل الوندغ. وتقول له عمي شو هو انا لو اكلت وبقيت كويسه امي هتبقى بخير. وتدخل عليهم زيان ويبص لها شو ويقول له وندغ لو كنت دلوقتي فتاه مطيعه هاخدك مهرجان عيد الربيع. وتقول له بجد، ويوريها مكان ممكن يروحوا سوا، فان الحجز بيكون للعائلات فيه بس. فتقول له طيب هو احنا ممكن نكون عيله وممكن تكون انت الاب؟ وتضحك زيان ويضحك شو ويقول لها ممكن، ويشتري التذاكر. وتيجي زيان تقعد جنبهم وتقرب منهم، والبنت تقول لها خلينا نروح في اقرب وقت. وبالليل وشو نايم يرن الفون بتاعه، وتكون زيان اللي تقوله ان ونغ مرضت فجأة واديتها الدواء بس هي لسه مريضة. فيقول لها اهدي وانا هكون عندك دلوقتي. ويطلع يجري ياخدها للمستشفى. وتقول زيان ان هي مريضة. فيقول الممرض ان ابوها يدخل. فيتبقوا الاتنين ويقول خدي هعمل مكالمة واجي بسرعة. وفعلا وشوية يدخل شو ليها ويقول لها ما تقلقيش هتبقى كويسة. فتقول له كل اللي بيحصل ده بسببي انا مش قادرة اخد بالي منها كويس. فيقول لها ما تقوليش كده، انت بتقومي بكل اللي تقدري عليه، محدش يقدر يعمل اللي انت بتعمليه دلوقتي، خليكي متأكدة من ده. ويقربها منه ويحضنها. وبعد فترة يظهروا وهم سوا سهرانين ويقول أصدقائهم يلا يلا، ويخلصوا شرب. ويقول واحد صديقه انت لازم تعترف انت واقع في حب زيان صح، يلا قول انتوا مناسبين جدا لبعض. وشو يبص لزيان ويقول بلاش كلام فاضي، انتوا عارفين ان زيان عندها بنت. فيقول مش مهم ان عندها بنت ولا لا، المهم ان انتوا بتتوعدوا دلوقتي صح، قولي الحقيقة. فيقول كفاية بلاش تعملوا مشاكل. ويقوم ويقول خلينا نمشي. ويقول لها يلا يا زيان. ويطلعوا سوا ويتمشوا. ويقول لها مالك انت كويسة؟ وتقول له اه انا حاسة بس ان انا دايخة شوية بس مش اكتر. فيقول لها اللي قالوه جوه اوعي يكون ضايقك او حاجة. فتقول له لا يا شو. فيقرب منها ويقبلها. فتزق زين وتقول له همشي انا دلوقتي. وهو مصدوم. وترجع جنب ونغ وتقول لها حبيبتي ده وقت النوم نامي شويه يلا. فتقول لها هو عمو شو هيجي امتى، انا عاوزه اشوفه. فتقول لها ان العم شو عنده شغل وهو مشغول وما ينفعش اننا كل يوم نروح له ونزعجه. فتقول لها ماشي. فتقول لها ايه رايك نلعب في التليفون بتاعي شويه؟ وتفتح الفون وتشوف التاريخ وتقول هو مش كان مكتوب ان عيد ميلاد شو يوم 24؟ وتقول له ونغ حبيبتي عيد ميلاد السيد شو قرب، ايه رأيك نروح ونحتفل بيه؟ وتقول لها بجد لو كده هنام دلوقتي يلا. وتضحك زيان. وفعلا يوم عيد ميلاده هو في المكتب تدخل عليه هي وونغ. ويتصدم شو يقول في حاجة حصلت ولا ايه؟ وتقول له احنا جايين عشان نحتفل بعيد ميلادك. ويقول لها بجد شكرا لك يا ونغ، لونها بينك قوي، يا ترى فيها ايه الهدية دي؟
فتبدأ ونغ ان هي تغني اغنية عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد، وزيان تغني معاها وشو فرحان ويقول لهم شكرا لكم جدا على ده. وتدخل هنا امه وتقول شو، فيتصدموا كلهم ويقول لها انت هنا ليه؟ فتقول له انت بتعمل ايه مع البنت دي مرة تانية؟ فتخبي زيان ونغ وراها، وهو يقول لها قبل ما تيجي ليه ما عرفتنيش يا امي؟ فتقول له يعني انا اللي جايه في وقت غلط صح؟ انا جايه اقول لك عيد ميلاد سعيد وانت معاها مرة تانية من ورايا. فتقول له زيان عمتي انت اسأت الفهم وتاخد ونغ وتمشي. فتقول لها انت رايحه فين؟ فيقول لها شو امي اهدائي، زيان بنت لطيفه جدا، هي كانت جايبه لي هديه عشان عيد ميلادي بس، ايه اللي انت بتقوله لها ده؟ فتقول له هو انت مفكر ان انا مش فاهمه؟ انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ بس دي واحده مطلقه، انا لازم اقولك تتوقف عن احلام اليقظه بتاعتك دي شويه، غير مسموح اللي انت بتفكر فيه ده اطلاقا، مستحيل تدخل واحده زي دي عيلتنا. فيقول لها ماما كفايه كلام، انا مش صغير عشان تكلميني كده، وبعدين انت ازاي بتتكلمي كده وانت اكتر واحده المفروض تحسي بالزيان وهي لوحدها دلوقتي ومعاها بنت؟ مش ده نفس اللي حصل فيكي لما ابي سابك وانا معاكي؟ ازاي مش قادره تحسي بيها دلوقتي؟ ويمشي ويسيبها. وتقف امه وهي بتفكر في الكلام شويه، وتظهر زيان وهي في الشغل وبتقول للزبونه ايه اكتر حاجه عجباكي وانا ممكن اساعدك؟ وتبان ونغ وهي بتلعب وتنده البنت على المدير وتقول ازاي في بنت صغيره في الشغل؟ فيقول لها المدير دي بتعمل ايه معاكي؟ فتقول له اسفه يا مدير ما لقيتش مكان تقعد فيه. فيقول لها وانت مفكره المشكله هتتحل باسفك؟ الشركه دي مش مفتوحه لاي حد ولا للعاطلين، والشغل هنا صعب. وتيجي هنا ام شو وتقول انا جيت، وتقرب من البنت وتقول هتاخدك الجده مكان تلعبي فيه يلا بينا. وتقول لها البنت ماشي، وتقول لزيان خلصي وتعالي في موضوع مهم نتكلم فيه شويه. وفعلا شويه ويقعدوا سوا التلاتة. وتقول لها انت بتحبيني؟ وتقول لها ايوه يا جده. وتقول لها ان مش من السهل تربيه بنت صغيره لوحدك، لما حصل لي كده تعبت في تربيه شو لحد ما كبر، وهو كبير خلاص بقى بس وهو صغير صعب. انا موافقه يا زين تعيشي انت وونغ في منزل شو، بس المهم تضمني لي ان ما يحصلش اي تقارب بينك وبينه. وتسكت زيان وتهز راسها. وتاني يوم يدخل شو على زيان وهي في الحمام بالغلط، ويتكسف ويقول اسف ما كنتش اعرف ان في حد جوه. وتقول له تعالى، وتطلع وتكون هتخبط فيه وتشوفهم امه وتقول ايه اللي بيحصل هنا. وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، لو عايزين ملخص الجزء الثالث ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عيلتنا الجميله فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوه زيكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.